منذ زمن بعيد، في قرية آركشي، كانت هناك أميرة تدعى إيجو، وهي الابنة الأولى للملك تشيتا. على عكس شقيقاتها الثلاث الأصغر سناً، كانت إيجو غير متزوجة بسبب حجم جسدها. لم تكن تحصل على أي خاطبين لأنها كانت سمينة للغاية. وبدأ بعض القرويين في غناء أغاني للسخرية منها من وراء ظهرها، وكانت مسألة وزنها دائما على شفاه القيل والقال. وقد يقول بعضهم: سمعت أنهم ربطوا 3 لفات ليلتف حول خصرها. قد يقول آخرون: هل سمعت أنها أنهت عنزة كاملة في يوم واحد؟ كان الملك تشيتا وزوجته منزعجين بشأن أوزان ابنتهما. حاولوا عدة مرات ترتيب زيجات مدبرة لها، ولكن لم يكن أحد مهتما. من ناحية أخرى، فقد تخلت إيجو عن نفسها لأنها كانت مدمنة على الطعام لدرجة أنها لم تكن تتخيل أن تصبح نحيفة في حياتها، وكانت تعتقد أن الزواج ربما لن يكون خيارا بالنسبة لها، لأن أي رجل يوافق على الزواج منها سيفعل ذلك من أجل مكانتها وليس لأنه يحبها. وكانت إيجو ترغب دائما في أن تكون محبوبة من تزوجتها. على الرغم من أنها لم تكن سعيدة بشكل عام بحياتها، إلا أنها تمكنت من العثور على القليل من السعادة من الرقص. كانت الأميرة راقصة رائعة. في كثير من الأحيان كانت تختبئ في كوخها وتبدأ في الرقص على الإيقاعات التي تصدرها من فمها. كلما كانت هناك مهرجانات، كانت إيجو تبحث عن مكان منعزل قريب بما يكفي لسماع الموسيقى والرقص على النحو الذي يرضي قلبها. كانت تختبئ دائما لأنها لا تريد أن يسخر منها أحد. حسنا، لقد كانت نهاية عام ناجح آخر، وحان وقت المهرجان السنوي بين القرى ال4 المتجاورة. وكالعادة كان الجميع يهتز بالإثارة. بعض الناس لا يستطيعون الانتظار لعرض أفضل فساتينهم. قام البعض بصقل خطوات رقصهم وتدربوا على آلاتهم الموسيقية إلى ما لا نهاية، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الانتظار للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوجبات التي سيتم تقديمها في ذلك اليوم. من ناحية أخرى، كانت إيجو مهتمة فقط بالعثور على مكان منعزل يمنحها الحرية في التعبير عن خطوات رقصها. وأخيرا، وجدت مكانا تستطيع فيه سماع الطبول والمزامير بوضوح. ثم بدأت بالرقص بابتسامة عريضة على وجهها. ومع ذلك، سرعان ما لاحظت أن صوت الطبل أصبح أعلى فأعلى، لكنها تجاهلت ذلك لأنها كانت منهمكة في رقصها. وفجأة توقفت موسيقى المهرجان، لكن صوت الطبل استمر. أدارت ظهرها على الفور ورأت رجلا يعزف على الطبل بابتسامة كبيرة على وجهه. توقف الرجل عن اللعب وسألك: لماذا توقفت عن الرقص؟ بدأت إيجو بالركض على الفور، وتبعها الرجل، ولكن نظرا لأنها كانت ثقيلة جدا لدرجة أنها لم تتمكن من الركض بسرعة، فقد لحق بها. قالت وهي تلهث: دعني وشأني، اذهب وابحث عن راحتك الكوميدية في مكان آخر. نظر إليها الرجل بلطف، متسائلا عن سبب اعتقادها أنها مزحة بالنسبة له. وقال: لقد ضللت الطريق أثناء محاولة الوصول إلى ساحة السوق، وكنت أحاول العثور على طريقي عندما رأيتك ترقص هناك، فقررت أن أدعمك بالطبول. ألقت إيجو نظرة فاحصة على لون ملابسه وأدركت أنه ليس من مجتمعها. شكرت الرجل على قرع الطبول لها ثم وجهته إلى ساحة السوق، لكن الرجل أصر على أنه يفضل الاستمرار في العزف لها، وبدون موافقة إيجو بدأ في قرع الطبول مرة أخرى وحثها على الرقص. عندما رأت إيجو أنه لن يستسلم، بدأت في القيام بحركات صغيرة في الورك على أنغام إيقاعاته. بعد كل شيء، ماذا كان عليها أن تخسر؟ لقد كان غريبا ولن تقابله مرة أخرى أبدا، وأتيحت لها الفرصة للرقص كما أرادت دائما. وبعد فترة طويلة، توقفت إيجو عن الرقص. قالت له: شكرا لك يا سيد درامر، لقد استمتعت حقا بنفسي. أجاب: اسمي أرينزي، وليس السيد درامر.
أخبرته إيجو باسمها ثم قالت إنها يجب أن تعود إلى المنزل، لكن أرينز طلبت منها العودة في اليوم التالي ووافقت إيجو. في طريق عودتها إلى المنزل فكرت في الرجل الذي كان يتساءل عن سبب تعامله معها بلطف شديد، بل وأراد قضاء المزيد من الوقت معها. قالت لنفسها: بالطبع هو ليس منجذبا إليه. حسب فهم إيجو كان من غير المعتاد أن يحبها رجل وسيم كهذا. طوال الليل لم تستطع التوقف عن التفكير فيه، لكنها بذلت قصارى جهدها حتى لا تتحمس كثيرا. في مساء اليوم التالي انطلقت إيجو للقاء صديقتها الجديدة أرينزي. عندما وضع أرينزي عينيه عليها كان متحمسا جدا، وكان إيجو متحمسا لرؤيته أيضا. لقد تحدثوا لفترة طويلة وتعرفوا على بعضهم البعض، وبعد ذلك قام بالقرع على الطبول لكي ترقص إيجو. تحولت الأيام إلى أسابيع واستمروا في مقابلة بعضهم البعض في مكانهم، وكان هذا دائما أفضل وقت في يومهم بالنسبة لكليهما. أخيرا أخبر أرينزي إيجو عن شعوره تجاهها. على الرغم من أن إيجو اشتبهت في أنه معجب بها، إلا أنها لم ترغب في القفز إلى أي استنتاجات، لكنها كانت سعيدة عندما عبر عن ذلك أخيرا. لأنها شعرت بنفس الطريقة أيضا. قال: أستطيع أن آتي مع شعبي في يوم السوق التالي لرؤية والديك. وهكذا تم ضبط الكرة. أبلغت إيجو والديها بسرعة أن رجلا من القرية المجاورة سيأتي لرؤيتهما ليطلب يدها للزواج. كان الملك والملكة سعداء للغاية. لم يعرفوا أبدا أن يوما كهذا سيأتي، ولكن لسوء الحظ سرعان ما حلت الكارثة. وقبل أسبوع من الاجتماع المرتب انتشر مرض ينتقل عن طريق الهواء في جميع أنحاء القرى الأربع والمناطق المحيطة بها. ولمنع الناس من نشر المرض أغلقت كل قرية حدودها، وأمرهم حكامهم أيضا بالبقاء في منازلهم. كانت إيجو حزينة جدا لأن زوجها المستقبلي لن يتمكن من رؤيتها كل يوم كالمعتاد. وممن زاد الطين بلة أنه بعد بضعة أيام من إغلاق الحدود أصيبت إيجو بالمرض الذي ينتقل عن طريق الهواء، وكافحت من أجل البقاء على قيد الحياة لأكثر من 3 أشهر. وقد أثر المرض بشكل كبير على شهيتها، ممن جعل من الصعب عليها للغاية إنهاء نصف طبق من الطعام في اليوم. ومع مرور الأشهر اكتشف أحد المعالجين بالأعشاب العلاج، وبدأ الناس يشعرون بالتحسن تدريجيا. عندما تعافت إيجو تماما كان أول شيء اكتشفته هو فقدانها الكبير للوزن. وقالت إنها لا يمكن أن أصدق ذلك. كانت صغيرة تقريبا مثل أخواتها ال3. كان حلم تحقق. لم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي تغير. كما أصبح وجهها أكثر تحديدا، وكان جمالها دليلا حتى على المكفوفين رؤيته. أدركت أنها أينما ذهب كان يحدق بها بإعجاب الرجال الذين لم يلقوا نظرة ثانية عليها في الماضي، وبدأ الرجال الأثرياء بينهم أيضا في الاقتراب منها لإجراء محادثات حول الزواج. بدأت الآن تشعر بأنها على قمة العالم، وفجأة شعرت بأنها في حالة جيدة جدا بالنسبة لأرينزي. عندما فتحت الحدود أخيرا ذهبت إيجو إليها وإلى مكان أرينزي لتنتظره، لأنها كانت تعلم أنه سيكون هناك بالتأكيد في انتظاره. عندما وضع أرينزي عينيه عليها لم يتعرف عليها تقريبا. قال: واو يا أميرة، اشتقت لابتسامتك الجميلة. أعطته الأنا كتفا باردا. شعرت بأنها أقوى من أن تكون في حضوره. اعتقدت أرينزي أنها كانت تتصرف فقط لأنها افتقدته كثيرا. فبدأ يقرع الطبل لترقص، فصرخت في وجهه وأمرته أن يكف عن الضجيج. سيد درامر، أنا لست مهتما بما تلعبه. لقد جئت إلى هنا فقط لأخبرك أنني لم أعد مهتمة بالزواج منك بعد الآن. انزعجت أرينزي من سلوكها المتغير. أعلم أنك لم تكن مع أميرة من قبل، ولهذا السبب فأنت تبتسم دائما مثل الماعز. خرجت من المكان وحذرته من عدم التواصل معها أبدا، لأنهما لا ينتميان إلى نفس العيار.
مرت الأسابيع وسط أرينز في إرسال رسل إلى أيجو حتى تتمكن من تغيير رأيها، لكنها تجاهلتهم جميعا. وبدلاً من ذلك، كانت تسلي الصف الطويل من الرجال الذين كانوا مهتمين بالزواج منها. وفي أحد الأيام، خطرت لها فكرة. قررت إيجو استضافة مسابقة مصارعة للعزاب المؤهلين في القرية، وسيتم تتويج أي شخص يفوز بلقب خاطبها. تم تحديد المنافسة وتجاوزت حدود قريتها. قام الكثير من الرجال بالتسجيل للفوز بقلب أيجو، الابنة الأولى للملك العظيم تشيتا، حتى أن الملك دعا أفراد العائلة المالكة والأثرياء لهذا الحدث. قررت أيجو البقاء في المنزل للأشهر الأربعة المقبلة لتلقي أفضل علاج تجميل لإبهار الخاطبين، لكنها فشلت في إدراك أن المرض هو الذي جعلها أقل نحافة. ظلت عاداتها الغذائية القديمة كما هي، فبينما كانت أيجو في الداخل، استمرت في تناول كميات كبيرة منها، ويوما بعد يوم بدأت الأوزان تتراكم مرة أخرى. وعندما انقضت الأشهر الأربعة، عادت أيجو إلى حجمها السابق. أصيبت بخيبة أمل في نفسها وحاولت قصارى جهدها لإلغاء الحدث، لكن والدها رفض. قال لها: أنا متأكد من أنك ستجدين خاطبا بغض النظر عن وضعك الحالي. في يوم الحدث، شق المحاربون والمزارعون والتجار والعديد من العزاب المؤهلين طريقهم إلى ساحة القرية استعدادا للفوز بقلب الأنا. ولكن عندما تم استدعاء أيجو لتحية زوارها، حدق بها الرجال في حالة صدمة. لم تكن هي ما تفاوضوا عليه، وبدأوا في الابتعاد واحدا تلو الآخر في طريقهم إلى المنزل. لم تكن الأنا محرجة أبدا. عندما كانت على وشك مغادرة المكان بالخجل، اشتعلت عيناها بشخصية مألوفة. كانت أرينزي، لكنها لم تكن أرينزي التي كانت على دراية بها. كان يرتدي ملابس ملوكية مختلفة تماما عن الملابس الأساسية التي كان يرتديها في اجتماعاتهم. نظروا إلى بعضهم البعض لفترة من الوقت، وسرعان ما قاطعهم صوت: أيها الأمير، والدك مستعد للمغادرة الآن. تماما مثل أيجو، كان أرينز ملكية. كان والده ملكا لإحدى القرى الأربع، ولكن بسبب حبه للموسيقى، كان يتنكر عادة ليلعب مع الجميع خلال الاحتفالات، لأنه لا يريد أن يعامل بشكل خاص من قبل القرى الأخرى. عندما شاهدت أيجو أرينز وهي تدير ظهره وتبدأ في الابتعاد، أدركت أنها فقدت رجلا صالحا أحبها بغض النظر. إنه أمر مؤسف للغاية، لأنها لم تتح لها الفرصة للعثور على الحب مرة أخرى، وفي النهاية كان عليها أن تستقر على أن تكون الزوجة العاشرة لرئيس قديم. الدرس الأخلاقي من هذه القصة هو أنه لا ينبغي عليك أبدا إهمال أولئك الذين كانوا بجانبك عندما كنت في أسوأ حالاتك، لأن هذا النوع من الأشخاص أصبح نادرا جدا هذه الأيام، وإذا عاملتهم بشكل غير عادل، فقد لا تحصل أبدا على الفرصة لتكون كذلك. في بعد لآن. شكرا لكم على مشاهدة هذه القصة اليوم. يرجى التعليق على ما تعلمته، ولا تنسى الإعجاب والمشاركة مع أحبائك. مع السلامة.